إلى المغرب، حيث خرجت مظاهرات حاشدة في عدد من المدن المغربية من ضمنها الرباط والدار البيضاء. ورفعت المظاهرات التي دعت إليها حركة 20 فبراير رفعت شعارات متنوعة في مقدمتها مقاطعة الانتخابات وحل البرلمان وإسقاط الفساد، كما رفعت مطالب ذات طابع اجتماعي مثل حل أزمة السكن. من حيث لا ترى، هذه ليست شوارع مصر ولا شوارع تونس ولا اليمن. يعلن على أن هذه المحطة الانتخابات هي محطة لا يمكن تمريرها على الشعب المغربي. حاولت الخداع بأشكال سورية من الدستور من الانتخابات اللي كيعرف الجميع أن المقاطعة ديالها قبل 2002 2007 كانت مقاطعة تاريخية، فكيفاش غتكون هذه المقاطعة أكثر في الانتخابات اللي كيحاولوا يمارسوا بها واحد المسرحية على الشعب. وحنا غاديين إلى الأمام إن شاء الله من أجل أخذ الحرية والكرامة الاجتماعية. المخزنة لم يستجب لهذه المطالب، بل هو يسعى إلى إخراج مسرحية يلهي بها الناس. هذه المسرحية تسمى الانتخابات، يحاول أن يهدر مال الأمة على هذه الانتخابات التي سوف لن تعطينا إلا مثل الرموز الفساد. معنا من العاصمة المغربية وداد ملحاف، عضو تنسيقية الرباط في حركة 20 فبراير. سيدة أخت ملحاف، يعني أنتم هل كنتم تركزون على الفساد تحديدا في مطالبكم، وهل تعتقدون أن حل مسألة الفساد سوف يحل بقية المشاكل؟ أكيد أن حركة 20 فبراير شعارها المركزي هي إسقاط الفساد والاستبداد. بالنسبة لمسيرة اليوم بتنسيقية الرباط اخترنا لها يعني إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وبالضبط معتقلي حركة 20 فبراير من معاذ الحاقد بالدار البيضاء وعبد الحق الطلحاوي ورفاقه بمراكش، وكذلك الكبوري ورفاقه ببوعرفة وغيرهم بكل من مدن قلميم والحسيمة. يعني مدينة الرباط ركزنا كشعار أساسي وهو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. أما فيما يخص المطالب الأخرى هي أكيد رفعت عبر شعارات وعبر لافتات رفعناها خلال كل المسيرات. هل تمت يعني أو هل لمستم أي استجابة من السلطات لمطالبكم أو بعض مطالبكم؟ دائما نجد أن هناك التفاف حول المطالب حركة 20 فبراير. فمثلا بالنسبة للمطلب الدستوري تم الالتفاف على مطلب دستوري بإصدار دستور فوقي يعني تم يعني إنشاؤه بطريقة غير ديمقراطية. أما فيما يخص مطلب حل الحكومة والبرلمان فتم يعني قريبا ستكون انتخابات بشهر نوفمبر. هي محاولة نعتبرها محاولة للهروب إلى الأمام ومحاولة للالتفاف على مطلب حركة 20 فبراير وهو مطلب حل الحكومة والبرلمان. أنتم كنتم متحالفين مع حركة العدل والإحسان، جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة، ولكن بعد يعني في خلال شهر رمضان كانت هناك وجوه قيادية في حركتكم تطالب بالإفطار في شهر رمضان، بعض الوجوه القيادية العلمانية. ما يعني هو وضع التحالف بينكم وبين العدل والإحسان الآن؟ سيدي، هذا ما تقوله حول الإفطار خلال شهر رمضان هو يعني كلام عار عن الصحة، وهي دعاية مخزنية نعتبرها دعاية الدولة. نحن أبدا لم تصدر لا من بياناتنا ولا من خلال مسيراتنا. نحن قمنا بمسيرات عديدة خلال شهر رمضان، بمسيرات حاشدة ضمت العديد من فئات الشعب المغربي. أما بخصوص جماعة العدل والإحسان فهي نعتبرها كمكون أساسي من مكونات حركة 20 فبراير التي تضم كذلك مستقلين وتضم مكونات يسارية وتضم مكونات إسلامية إلى غير ذلك. لكن كل ما يجمع كل هذه المكونات هي مطالب حركة 20 فبراير، وشعارها المركزي هي إسقاط الفساد والاستبداد ولا شيء غير ذلك. كيف يعني هل سوف تستمرون في هذا التظاهر وتعتقدون أنكم بإمكانكم الحفاظ على هذا الزخم في الأيام المقبلة؟
اكيد ان الزخم يزداد، خصوصا عندما التجأنا الى الاحياء الشعبيه. نلاحظ ان هناك تجاوب كبير من طرف الفئات الشعبيه المهمشه. هناك تجاوب يعني غير مسبوق من طرف هذه الفئات، ونلاحظ انهم يتجاوبون بشكل كبير مع مطالب حركه 20 فبراير التي هي نابعه اصلا من معاناه الشعب المغربي. اذا انا اكيده ان يعني كل مناضلين حركه 20 فبراير اكيدين من ان حركه 20 فبراير ستستمر في هذا الزخم الى غايه تحقيق كل مطالب حركه 20 فبراير. وداد ملحاف، عضو تنسيقيه الرباط في حركه 20 فبراير، شكرا جزيلا لك.